بالختام أشكر ضيوفي. عندي كلمة: كل العراقيين البارحة من انطلقت عمليات الموصل لحد الآن كلها تراقب وتدعي، كلها للقوات الأمنية ولسلامة المدنيين، وشفنا تلاحم وطني وشعبي مو طبيعي بهاي العمليات. هاي حرب نهاية داعش، نهاية داعش وعودة الموصل لحد باء الأحضان الوطن. أهل الموصل قلوبنا وياكم، والله قلوبنا وياكم. ساعدوا الجيش، ذولا أهلكم، أهل الغيرة، وداعش غيمة سودة وراح تزول بهمة الأبطال. والله راح تزول، وإن شاء الله كل شي يرجع. بس كون السياسيين اللي ما عندهم شغل وعمل بعضهم يسكتون عن تأجيج الفتنة والخلافات. كافي، ملينا، والله ملينا. خلافاتكم هي اللي ضيعت الموصل وباقي المدن. انتبهوا للعراق لو مرة بحياتكم السياسية بعضكم. كافي بعد، اشتغلوا للبلد. اشتغلوا للبلد. خلصتوها علينا 14 سنة خلافات وطائفية، وكل اللي جرى بسبب بعضكم. الناس عندها كلمة وتقول وحدة، وتقول وحدة العراق وموقف العراق، وراح تعرفون أو يعرف العراقيين منو خدم العراق ومنو جاب له المشاكل والفساد. فرحتنا تكمل من ترجع الموصل، ترجع الموصل الحبيبة، وينفك أسر أهلها، وترجع اليزيديات المختطفات، وترجع كل المكونات بهمة كل العراقيين. إذا صرنا إيد وحدة وقلب واحد، والله قلب واحد، تصبحون على وطن منتصر. في أمان الله.